في الفترة الأخيرة سمعنا حاجات كتير قوي بتتكلم عن اندماج أندية الشركات مع الأندية الشعبية، بس قبل ما نبدأ وأعرفك إيه هو اندماج أندية الشركات مع الأندية الشعبية هقول لك قصة صغيرة كده حصلت بره مصر، بس هتفهمنا ولو جزء صغير إيه اللي ممكن يحصل عندنا. خلينا نركب الطيارة بتاعتنا ونطلع على النمسا ونتكلم عن نادي اسمه استوريا سالزبورج، وطبعا أنت شبهت على الاسم شوية. نادي تقليدي بس جماهيري موجود في النمسا، وجماهير مرتبطه بيه جدا لعده اسباب كتيره زي ما اي حد بيحب يشجع النادي بتاعه. النادي ده هويته كلها كانت بالبنفسجي، حتى اللبس بتاعه بيلبس بنفسجي، وصل لنهائي اوروبي سنه 94 كمان. وانا باكد على هويه اللون دي عشان هتفهمها قدام بعدين. دلوقتي انا بقول لك ان النادي ده وصل لنهائي اوروبي سنه 94، ونادي عنده جمهور والدنيا كويسه معاه والدنيا جميله، وتاسس سنه 33، فهو نادي يعتبر قديم شويه في النمسا. المشكله ان في بدايه الالفينات بدا يحصل مشاكل كبيره جدا ماليه، وده سبب مشاكل كبيره مع الاداره لحد سنه 2005 تتدخل شركه ريد بول اللي هي بتاعه المياه الغازيه ومشروبات الطاقه ان هم عايزين يشتروا حصه في النادي، او يعني يلحقوا النادي من الكوارث الماليه عماله بتلف حواليه دي. وطبعا قالوا ان مفيش حاجه هتتغير، وهم بس ايه يعني ناس كريمه جدا، وهيحاولوا بس ان هم يفكوا الازمه الماليه دي على النادي، ان هم يجيبوا لعيبه يدفعوا الديون وهكذا وهكذا. بس اللي حصل كان عكس كده تماما. الجماهير في الاول كانت مبسوطه بحاجه زي كده وبقرار زي ده انه يحل ازمه ماليه كبيره وهيرجعوا النادي شويه ان هو يقف على رجله، لان ده النادي اللي هم بيحبوه من صغيرهم لكبيرهم وبيشجعوه من زمان. لكن الاداره لعبت لعبه خبيثه كده وقالت كلام عكس اللي حصل تماما، وسلمت حصه كبيره جدا من النادي لريد بول، مش عشان بس يكونوا بيستثمروا فيه، لا عشان يعملوا براند جديد، عشان النادي يتغير اسمه ويتغير الوانه ويتغير الشعار بتاعه. وحرفيا كانهم بيلغوا تاريخ النادي ده وهويته. شركه ريد بول تدخلت في اسم النادي وخلته ريد بول سالزبورج، وكمان غيرت الوان النادي بدل البنفسجي بقى الاحمر والابيض. والشركه طلعت بعد كل ده قالت ان ده براند جديد ونادي جديد، عكس استوريا سالزبورج ده تماما ما بقاش موجود اصلا. تخيل ان انت بتشجع نادي من وقت ما انت بدات تتفرج على كوره من وانت صغير، وفجاه من غير اي مقدمات النادي ده بيتغير اسمه وبيتغير لونه وبيتغير كل حاجه فيه، الهويه ما بقتش موجوده، وانت النادي ده اصلا ما تعرفوش. في جزء كبير هنتخطاه دلوقتي وهنوصل لجمهور استوريا سالزبورج اللي كان مستاء جدا من حاجه زي دي. مجموعه من جمهور استوريا سالزبورج قرروا ان هم ياسسوا نادي من الاول تماما، بنفس الشعار، بنفس الهويه، بنفس لون التيشيرت، نفس كل حاجه، ويبدا من الدرجات اللي تحت خالص عشان النادي ده هويته ما تنتهيش. النادي بدا يصعد من الدرجات اللي تحت لحد ما وصل لحد الدوري النمساوي الدرجه ثانيه. وفي كونسبت كده في النادي او حاجه متعارف عليها ان هم بيحلموا باليوم اللي هيلعبوا فيه ريد بول سالزبورج، النادي اللي يعتبر اتسرق منهم من شركه ريد بول، عشان يكسبوه وعشان يثبتوا لهم وعشان يثبتوا لنفسهم ان النادي ده ما مات. احنا عملنا النادي ده عشان يفضل زي ما هو موجود. بيحلموا لليوم اللي يرجعوا فيه للدوري، وبيحلموا لليوم اللي يرجعوا فيه يفوزوا على النادي اللي سرق منهم والشركه اللي سرقت منهم النادي بتاعهم اللي اتاسس سنه 33. اللي حصل مع استوريا سالزبورج واللي شركه ريد بول عملته ده اسمه اندماج قاسي. ده انت يعتبر بتلغي تاريخ النادي كله، على عكس اللي حصل في سنه 2008 لما شركه ابو ظبي يونايتد جروب استحوذت على مانشستر سيتي. ده كان اسمه اندماج مرن. ما غيروش حاجه في الوان النادي، ما غيروش حاجه في شعار النادي. شعار النادي اتطور عادي زي اي براند بيتعمل، لكن انت محافظ على هويه النادي، تاريخ النادي، حتى الوان اللبس اللي هم بيلعبوا بيه، كل ده انت محافظ عليه. ده بيكون اسمه اندماج مرن. وديكوا شايفين اللي بيحصل دلوقتي ان عشان جمهور السيتي موجود معاه من زمان، وطبعا الفلوس اللي بتدخل للنادي طول الوقت، فبقى نادي قوي جدا استثماري لكن ليه جماهير ومتحافظ على هويته فعلا. لحد هنا احنا فهمنا ولو جزء صغير عن فكره الاندماج ما بين القاسي والمرن، او الشكل اللي بيعجب الجمهور او لا. خلينا نركب طيارتنا بقى ونرجع على مصر بلادي بلادي، ونتكلم عن القصه اللي بتحصل دلوقتي واللي دايره دلوقتي عن الانديه الجماهيريه اللي ممكن يحصل ما بينها وما بين انديه الشركات اندماج. من بعد 2011 وكمان 2012 لما الكوره في مصر وقفت وقت طويل جدا، الانديه الجماهيريه زي الاسماعيلي والاهلي والزمالك وكل الانديه اللي انت تعرفها في مصر ليها مشجعين كبار، كان راس مالها هي الماتشات والدوري، والماتشات اللي بتتلعب بتدخل لهم فلوس. قعدنا فتره تقريبا سنه او سنه ونص، اكتر من كده كمان، مفيش ماتشات بتتلعب، مفيش بطولات بتتلعب، مفيش فلوس داخله للانديه دي. الانديه دي مع الوقت بدا ان مفيش لعيبه بتيجي، مفيش فلوس بتدفع، الديون عماله تزيد عليها، وده ادى ان هم بيقعوا في الترتيب موسم ورا التاني لحد لما نزلوا للدرجات اللي تحت. مش بتبقى منهم غير انديه قليله جدا. الانديه الشعبيه في مصر مش الاهلي والزمالك بس، لا، في ناس بتشجع انديه في مصر وبتحبها اكتر ما احنا ما بنحب الاهلي او الزمالك اصلا. مثال على الانديه دي هقول لك: نادي سوهاج، نادي المنيا، نادي اسوان، نادي المنصوره، نادي الاتحاد، نادي غزل المحله، الترسانه، الاولمبي، نادي بورفؤاد، نادي المصري والاسماعيلي كمان. كل دي انديه كانت في قمه
قمه الدوري في وقت ما. الانديه دي مع الوقت نزلت، الانديه دي نزلت وما نعرفش دلوقتي حتى اسم لعيب من اللي بيلعب في الفرقه دي. فهنتكلم دلوقتي عن قصه الاندماج وايه اللي يخلي انديه زي دي لو رجعت تلعب في الدوري تاني يخلي الدوري ده دوري شرس جدا، والماتشات هيكون فيها جماهير كتير جدا، وده هيكون مفيد جدا للرابطه اللي موجوده دلوقتي، لان ده هيدخل فلوس كتيره جدا. دلوقتي انت لو فتحت جوجل ودورت على جدول الدوري المصري هتلاقي حوالي 60% منه انديه خاصه او انديه شركات. انديه الشركات دي زي سيراميك كليوباترا، كهرباء الاسماعيليه، وانبي، وبتروجيت. الناس دي يعني ايه اللي هيحصل في الاندماج اللي هم بيقولوا عليه واللي عايزين يعملوه، وايه الشكل اللي هم هيمشوا عليه؟ هل هيكون قاسي ولا هيكون مرن زي ما شرحنا في اول الحلقه؟ اللي بيتقال واللي هيحصل ان مثلا نادي زي انبي ونادي زي الاسماعيلي هيندمجوا مع بعض، لان مش ده اللي ممكن يحصل فعلا، يعني ممكن يكون نادي تاني غير اللي انا بقوله عادي، ده مثال بس. اللي هيحصل ان نادي انبي هيكون هو اللي ماسك الاداره بتاعت نادي الاسماعيلي، ونادي الاسماعيلي محافظ على هويته وتاريخه بنفس الهويه الاصفر اللي احنا عارفينه اللي شبه البرازيل، لكن نادي انبي هو اللي متحكم في النادي رياضيا، هي شركه الكوره زي ما بنقول. الموضوع ميزه وعيب في نفس الوقت. طيب وبعدين الاتفاق ده هيفضل لحد امتى؟ طيب ولو حصل اي اختلاف في الاتفاق مين النادي اللي هينزل؟ لو فكوا الشراكه مين النادي اللي هينزل ومين النادي اللي هيفضل مكمل في الدوري؟ دي حاجات برضو احنا ما نعرفهاش قوي، بس السؤال برضو بيطرح نفسه. يعني انا سالت السؤال ده وانا بفكر فيه دلوقتي كده، يعني افرض حصل مثلا مشكله ما بين نادي انبي ونادي الاسماعيلي وهم مندمجين مع بعض، مين النادي اللي هيهبط ومين النادي اللي هيفضل موجود في الدوري؟ حاجات غريبه كده، بس اكيد هم مظبطينها يعني. وعلى سيره الاندماج ففي حاجه حصلت على ارض الواقع زي ما الناس بتقول، بس هو ما حصلش اصلا. نادي المنصوره من كام يوم صعد المفروض الدوري الممتاز وهيلعب الموسم الجاي، واتقال ان تم الاتفاق مع نادي البنك الاهلي ان هم هيندمجوا مع بعض الاداره زي ما قلت لك، ونادي المنصوره هو اللي هيلعب الدوري. بس الكلام ده ما حصلش والكلام ده مش اكيد، وشوف الفيديو ده. طب احنا عايزين سياده اللواء نحسم انت لم يتم اي حديث خاص بنادي المنصور ولا باي نادي خالص، ولا حتى ناس استشارتكم ولا ناس سالتكم؟ احنا يعني البنك الاهلي حتى الان مفيش اي حد ولا مش البنك الاهلي، نادي البنك الاهلي. يعني انا ما جاليش اي تكليفات رسميه حضرتك كرئيس نادي وكمجلس اداره خالص. جمهور الاسماعيلي في الفتره الاخيره لما سمع الخبر ده قال لك لا واحنا مش عايزين نندمج مع اي حد، خوفا من فكره ان هم التاريخ يتمسح او ان الهويه تتغير والكلام اللي احنا شفناه زي ما حصل مع استوريا سالزبورج كده. بصراحه حقهم، بس الفكره ان انت خلاص انت الفريق بتاعك بيهبط، والموسم اللي فات الدوري زاد لحد 21 فريق في الموسم ده عشان الاسماعيلي ما يهبطش، فاظن ان مفيش حاجه تانية تمنع الاسماعيلي ان هو يهبط. فالحل موجود ان هم يعملوا اندماج مع فريق تاني، بس الفكره ان هم خايفين من حاجه زي كده، وما اظنش ان ده هيحصل. هم هيكونوا عايزين يحافظوا على القاعده الجماهيريه الكبيره للاسماعيلي في مدينه الاسماعيليه، وعايزين يعملوا حاجه كبيره تدخل لهم فلوس. بنتكلم عن الاسماعيلي هنا لان هي ابرز حاله نادي موجوده فعلا بيعاني من الديون ووقف القيد من الفيفا وحاجات كتيره جدا بتحصل هتخليه يغرق زي اللي قبله، وفعلا ممكن ما يبقاش ليه تاريخ بعد كده. انما طبعا لو يحصل الدمج ده بس هيكون في مشاكل كبيره على النادي الاسماعيلي، زي ان هويته تتغير او الاسم يتغير، وحاجه فعلا هتخلي الجمهور فعلا مش طايق يستحمل ده، فهتكون دي مشكله فعلا. لو هنتكلم على ايجابيات اندماج الانديه الشعبيه مع الانديه بتاعت الشركات دي فهي ليها ايجابيات كتيره جدا، منها ان الدوري بتاعك فعلا هيكون قوي جدا وفعلا بيحضر له جماهير اغلب الماتشات. يعني زي ما دلوقتي مثلا هيبقى ماتش الاهلي والمنصوره في المنصوره مثلا، اتفرج على الجمهور اللي هيحصل. ماتش الاهلي في اسوان اتفرج على اللي هيحصل. ماتش الزمالك والمنصوره، ماتش الزمالك والاسماعيلي، ماتشات كتيره جدا هتحصل هيكون فيها جماهير كتيره جدا. ده هيكسب الكوره في مصر فلوس كتيره جدا جدا من حضور الماتشات. بس الرعايه هتزيد، الرعايه كمان التلفزيونيه والبث التلفزيوني هيزيد جدا، وهيدخل الانديه دي فلوس كتيره جدا وفلوس محترمه، هيخلي فيه تنافسيه كبيره جدا في الدوري، وهيرجع الدوري يتشاف كتير جدا، على عكس دلوقتي هم 3-4 ماتشات اللي بيتفرج عليهم الشعب كله، زي الاهلي والزمالك، الاهلي وبيراميدز، حاجات قليله قوي. فكره ان الماتشات دي تحصل وفي اكتر من محافظه في مصر، على عكس قبل كده هم كانوا كام ملعب اللي بيتلعب فيهم، فده هيكون حاجه كويسه جدا بتدخل لك جماهير كتير وفلوس كتير من التذاكر والبث والرعايه. هيسمح لك بعد كده كمان ان مش هيبقى فيه واسطه، مفيش الكلام ده بعد كده. انا عايز افضل في الممتاز وافضل العب فيه على طول لان فلوسه حلوه وفلوسه كتير، واظن ده مع الوقت هيطلع لك جيل احسن للمنتخب يعني. خصوصا ان من قريب الفيفا بعتت للاتحاد المصري ان هو يلغي استمارات الناشئين اللي بتستمر لحد 18 سنه، وان اللعيب ما يعرفش يفسخ عقده ويروح لاي فرقه، فده هيدي فرصه ان ما يبقاش فيه واسطه زي الاول زي ما قلت قبل كده. ده مع ده هيطلع جيل احسن من لعيبه الكوره. لو وصلت لحد الحته دي فانت حبيبي، ما تنساش تقول لي انك وصلت الحته دي في الكومنتات، وعايزك تقول لي رايك في الكومنتس برضو، ايه رايك في الموضوع ده، ولو عندك فكره اطرحها في الكومنت وانا هقراها. وما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب وتعمل شير للحلقه دي لو عجبتك، وتتابعنا على تيك توك بننزل محتوى هناك، وعلى فيسبوك وعلى انستجرام كمان. وبس كده، كان معاكم عبد الله القاضي ودي قناه في ال 18. سلام.